ملك المخدرات. حير الامريكان بكل السلطات ديالها والاف بي اي وما قدوش يشدوه. كيفاش حتى حرق 2 المليون ديال الدولار غير باش يسخن البنت ديالو حيت جاها البرد. محبوب الكولومبيين، رئيس عصابة ماديلين، الإنسان الأغنى في العالم. شكون هو؟ بابلو إسكوبار. مرحبا بكم في عالم بابلو إسكوبار. إلا كنتي نتايا ولا نتيا أول مرة كتشوفوني فمنساوش تهبطوا لتحت وتابوناو معنا في القناة. فشنو مازال كتسناو؟ يلا نبداو لا فيديو ديالنا. فاجي نشوفوا شكون هو بابلو إسكوبار. بابلو إسكوبار هو واحد الانسان اللي تزاد عادي، فقير، ابن واحد العائله فقيره. الاب ديالو والام ديالو كيخدموا حتى هما، غير الاب ديالو كيخدم في الزراعه والام ديالو معلمه. كانوا عنده 6 الاخوت، ولكن بابلو إسكوبار كان هو داك الاخ او داك الابن المدلع. فبابلو إسكوبار بالضبط ملي كان صغير وكان العمر ديالو 5 سنين كان انسان ماشي طبيعي. كان اي واحد في العمر ديالنا ملي كيكون عنده 5 سنين او 6 سنين كتسولو شنو باغي تولي، كيقول لك استاذ او باغي نولي طبيب او باغي نولي معلم او طائر. الا بابلو إسكوبار كانت كتسولو الام ديالو شنو باغي تولي، او كيسولو الاب او الاصدقاء ديالو شنو باغي تولي من تكبر، كيقول لهم باغي نولي اغنى رجل في العالم. كان واحد الانسان اللي مثقف، كان كيقرا مزيان واخا هكاك. فبابلو كان عنده واحد الصديق مقرب ليه، وكان دائما هو وياه كينصبوا على التلاميذ او الاصدقاء اللي كيقراو معاهم. كان كيجيب لهم بطاقه الايانصيب مزوره وكيغمق عليهم بعده كلمات: هاكو راكو غتربحوا، تقدر تربح هادي، تقدر تربح هادي، وكيبيع لهم بطاقه مزوره. وهكا بدات المسار ديالو في الاجرام والنصب. ومن بعد ولا كيبيع لهم شواهد ايضا مزوره، اي شهاده تقدر طيح لك على بالك بابلو كيجيبها لك، ولكن مزوره ولكن بثمن. فتمايا بابلو بدات كتدخلو الفلوس، وبدا كيحس بداك الفلوس داخله خارجه، وبدا كيتعلم كيفاش يخرج يدخل الفلوس. فتما قال علاش ما نزيدش نطور من راسي ونحاول نزيد ندخل فلوس اكثر، حيت هاد الفلوس غيديروا لي والو وانا مازال قدامي بزاف ديال الحوايج. واحد النهار كان عادي كباقي الايام بالنسبه للام ديال بابلو، كانت كتقري عادي في المدرسه، ولكن لحظه من اللحظات كتسمع القرطاس في وسط المدرسه. احد الناس اللي عندهم المشاكل مع الحزب كيدخلوا وكيتيريو في اي واحد لقاوه قدامهم، سواء كان استاذ سواء كان طالب سواء كان معلم او اي احد. ما كانش عندهم الفرق ما بين هذا كبير او هذا صغير، كانوا كيقتلوا كل واحد لقاوه الطريقه ديالهم. منهم كانت الام ديال بابلو، ومن هنايا بابلو غادي يحق، ومن هنا بابلو غادي تبدا المسيره ديالو في الاجرام. ولكن قبل غادي يعطي وعد للام ديالو في القبر ديالها، غيقول لها انني غنولي اغنى رجل في العالم، وكذلك غادي ننفي اي واحد على وجه الارض كانت عنده اليد في المقتل ديالو. ومن ثم بابلو كيسمح في كل داكشي اللي كان كيدير ديال النصب، كيتجه للسرقه. وبدات الخطوه ديالو الاولى في السرقه، وبدا كيسرق المحلات. كان دبر على واحد الدراجه ناريه، وكان كيمشي هو واحد الصديق ديالو وكيدخلوا المحلات. الصديق ديالو كيبقى في الموطور وهو كيدخل المحل وضارب واحد الكاغول وكيجريسي اصحاب المحلات. فكان ما كانش عنده الرحمه لان قلبه مات، وكان ديما كيتفكر الام ديالو والهدف والوعد اللي عطى الام ديالو. فبقى كيشفر لمدة سنة بديك الطريقة وجمع بزاف الفلوس. ولكن قال بابلو خاصني نزيد نطور من راسي. من بعد تينتقل من الشفارة ديال المحلات للشفارة ديال السيارات. فأي سيارة كيشوفها بابلو وكتعجبو كيمشي كيشفرها وكيمشي كيبيعها بياس ديتاشي، يعني كيفتحوها وكيبيعوها بياس. شفروا بزاف ديال الطوموبيلات لدرجه ان الطريقه اللي كان كيشفر بها بابلو ولاو الناس كيطبقوها، ولاو بزاف الناس كيشفروا الطوموبيلات. وهنايا بابلو حس بالقضيه بدات كتضيق عليه، فقال شنو خاصني ندير؟ خاصني ندير شي حاجه اخرى اللي نستافد منها. دار التامين ديال السيارات، يعني اي واحد كيشري سياره كيدير لها تامين بابلو، يعني كتولي معروفه ان ديك السياره تابعه لبابلو، ما يمكنش يشفرها هو
وما يمكنش يشفرها اي واحد، وبواحد المصطلح حاميها حراميها. ولكن هنايا حراميها هو حاميها بهذا المصطلح. غير هو ما دامنوش هادشي بزاف، حيت واحد النهار كيوقفوا عليه السلطات الكولومبيه وكيعتقلوه وكيدوز 5 سنين ديال الحبس. ومن تما بابلو غادي يتعلم بزاف ديال الامور داخل السجن، حيت من تما غادي يخرج انسان اخر وافكار اخرى وطريقه اخرى ديال النصب والاحتيال والشفاره. وخرج من الحبس بافكار جديده وبطرق اخرى. واول حاجه دارها هي كان كيسلف الناس الفلوس، يعني باغي الفلوس هاكا ها الفلوس، ولكن غتعطيني الدوبل ديالها، ها فوقاش وها فوقاش. يعني كتجي عنده نتايا كتبغي تسلف الفلوس، كيسلفك الفلوس ولكن كترد له معها واحد النسبه زايده. ولكن الويل ثم الويل لاي واحد ما بغاش يرد له الفلوس او تعطل على النهار اللي دار مع بابلو، حيت عنده واحد القانون في القاموس ديالو ما كيخالفوش، واللي هو اي واحد ما كيبغيش يرد له الفلوس كيمشي وكيشفرو هو، ومن بعد كيطلب فيه فدية العائلة ديالو. فكانوا العائلات ديالهم بطبيعة الحال كيجيبوا له الفلوس باش يردوا الاب ديالهم او شي واحد من العائلة ديالهم. ولكن بابلو بعض المرات كان كيقتل داك الشخص، كيشد الفلوس ولكن كيقتلو باش يكون عبرة لاي واحد بغى يتسلف من عنده. ومن ما بين الناس اللي كان اختطف بابلو هو واحد رجل اعمال معروف وغني لاباس عليه، كان اسمه دييغو خافيرا. وهذا الرجل هذا كان مكروه من كل الناس اللي كيسكنوا في ديك المنطقه، وكما قلت لكم فهو رجل اعمال متخصص في الاعمال الصناعيه وبزاف ديال المصانع اللي كانوا عنده في ديك المدينه. يعني كانوا بزاف ديال الناس اللي كانوا كيشتغلوا معاه، ولكن كان كياكلوا مرزقهم بمعنى الكلمه. وطلبوا فيه مبلغ 50,000 دولار. الصراحه مبلغ بديك الوقت كان مبلغ كبير، وكيف العاده بابلو كياخذ 50,000 دولار وما كيعطيهمش الرهينه، فراه كان قتلوا ولاحوا في واحد المجرى ديال الواد تما حتى عثروا عليه من بعد. فبسبب هذه المعامله بابلو ولا عزيز على كاع الناس اللي في مدينه ماديلين، لانهم خلصهم من واحد الشخص اللي ما كانوش كيحملوه. ومن بعد بابلو كيقرر يمشي يخدم مع واحد الرجل تيتاجر في المخدرات، وكانت هذيك اول خطوه له في عالم المخدرات. وكانت المهام ديالو هو يوصل البضاعه لمدينه اخرى، فكان كيمشي لراسو وكيوصل ديك البضاعه. ولكن بابلو كان ديما كيبغي يوصل كميات كبيره، لدرجه ان واحد النهار قال لهم عطيوني نوصل 3 طن ديال الكوكايين فين الميريكان. هنايا كلشي شاف فيه، قال له واش عارف شنو كتقول؟ راه ميريكان هادي، كيفاش غادي توصل ليها 3 طن ديال الكوكايين؟ قال لهم ماشي سوقكم، عطيوني 3 طن غادي نوصلها للميريكان. فهداك الشيء اللي كان عطاو 3 طن ديال الكوكايين ووصلها حتى الميريكان بدون ما يقبضوه. وهنايا بابلو ولا كيتاجر في المخدرات واسس عصابه ديالو وسماها ماديلين. وهاد العصابه كانوا مخصصين في عده امور، وابرزها هي التجاره في المخدرات، وكانوا كيوزعوا المخدرات في كل انحاء العالم. فبابلو اسكوبار كان كيشري طائرات بزاف وكيوصل بها المخدرات. كانوا دوك الطائرات كيمشيو قريبين من الارض باش ما يشدهمش الرادار، حيت الا طلعوا لواحد المستوى عالي في السماء فالرادار غادي يشدهم وغادي يطيحوهم. فدوك الطائرات كانوا متخصصين انهم كيمشيو قريبين من الارض هكا باش ما كانش كيشدهم الرادار، وكانوا كيوصلوا البضاعه حتى المدن اللي كانوا كيمشيو ليها او الدول. فبطبيعه الحال بابلو ما وقفش هنايا، شرا غواصه، وماشي اي غواصه، غواصه كتمشي عن بعد، باش حتى مشاو وشدوا ديك الغواصه ما غاديش يعرفوا شكون هو مولاها او تابعه لمن. فهنايا بابلو ولات عنده الفلوس كطيح من السماء، تجاره في المخدرات، في الاسلحه، تجاره في الاعضاء البشريه وعده امور. وبكثره ما كان عنده الفلوس بزاف فبابلو قرر ان الفلوس ديالو ما يحطهاش في اي بنكه، لان السلطات كانت حاطه عليه العين وكتعاينه في اي لحظه تاخذ له كل شيء ويتم القبض عليه. فشنو كان كيدير؟ اما كان كيخبع الاموال ديالو في نفق او كان كيخبعهم تحت الارض. كان كيحفر واحد الحفره كبيره فكيحشي فيهم كاع الفلوس اللي عنده وكيخبعهم، لدرجه ان كل شهر كان كتمشي له 2 مليون ديال الدولار اللي كان كياكلوها له غير الفيران. ولكن كان كيقول ماشي مشكل، اللهم ياكلوها الفيران
ولا ياكلوها السلطات او تاخدها ليه السلطات. وفي سنة 1976 غادي يعلن الزواج ديالو بماريا فيكتوريا اللي كان العمر ديالها 15 سنة هذيك الساعات. ومن بعد عامين كيوليو عنده جوج وليدات، بنيته ووليد. وكانت عنده البنيته عزيزة بزاف لدرجة ان واحد النهار جاها البرد وكيشعل العافية في 2 مليون ديال الدولار غير باش يسخن بنته من البرد. انسان اللي مجنون ويقدر يدير اي حاجة على ود العائلة ديالو او على ود الولاد ديالو. فإسكوبار كان عنده هنايا كل شيء، اسطول من الطائرات، يعني كان عنده تقريبا اكثر من 200 او 300 طائرة كانوا مخصصين غير بتهريب المخدرات. وكذلك كان عنده مئات الغواصات اللي كانوا كيمشيو كل نهار، منهم 10 الى 11 لكل منطقة. فإسكوبار ما وقفش غير هنايا بطبيعة الحال، مشى كيقلب على واحد الجزيرة تكون خاصة به غير هو، ويدير فيها حرس ديالو ويدير فيها المعامل ديالو ديال المخدرات وكل شيء تابع ليه يكون فيها. فداكشي اللي كان مشى كيقلب على شي جزيرة اللي تكون قريبة ما بين ميريكان والمنطقة ديالو، ولقى واحد الجزيرة وشراها، ومن تما كان كيوزع المخدرات او الكوكايين او البودرة البيضاء لكل انحاء العالم. وغادي يعتقلوه وهو غادي يوصل المخدرات لامريكا ومعه 4 ديال الاصدقاء ديالو، وغادي يتم التقديم ديالو للمحكمة. بطبيعة الحال بابلو اسكوبار ما يمكنش يدخل الحبس غير هكا. فبابلو اسكوبار مشى عند داك المحامي وقال له شحال باغي ديال الفلوس وتخرجني براءة انا والاصدقاء ديالي. فهنايا المحامي ما كانش كيشد الرشوة وما كانش عزيز عليه يشد الرشوة. فهنا بابلو اسكوبار كيطلب من الرجال ديالو باش يبحثوا على داك القاضي ويجيبوا له كل التفاصيل ديالو. ومن ما بين التفاصيل او المعلومات اللي جابوا له هو عنده واحد الاخ محامي، وداك الاخ ديالو عنده مشكل مع الاخ ديالو اللي هو القاضي، وجاب هذاك هو اللي يكون المحامي ديالو ويدافع عليه امام الاخ ديالو. ولكن هنايا كاين واحد القانون كيقول على ان اذا كان المحامي تابع او من العائله ديال القاضي، فهنايا القاضي كيتم التغيير ديالو بقاضي اخر باش ما تكونش واحد المناوشات بيناتهم. وداكشي اللي كان باغي بابلو اسكوبار وصل ليه. فجابوا له واحد القاضي واحد اخر، وكان العكس ديال داك القاضي الاخر حيت كان هذا عزيز عليه الرشوه، فعطاه واحد المبلغ كبير من المال. وهنايا خرجوا براءه هو وصحابه بحال اللي ما كاين والو. فمباشره منين خرج من تما من البراءه كيمشي يزور المدينه ديالو، حيت بطبيعه الحال ما كانش كينساها، المدينه اللي ترعرع فيها واللي كبر فيها. بنى لهم كل ما كيحلموا فيه داخل هذيك المدينة، منها متاجر وكذلك ملاعب ومرافق رياضية وعدة أمور أخرى. هادشي هذا كيزيد يحب بابلو للناس ديال المدينة، ولاو كل شيء كينادي باسم بابلو. وفين ما مشيتي في الأزقة أو في الأحياء ديال المدينة ضروري ما غادي تلقى اسم بابلو اسكوبار مكتوبة في الحيط، أو غتلقى الرسم ديالو رسمينه في شي حيط من الأزقة ديال المدينة. فحتى السلطات والوزارة والرؤساء وكل كل المسؤولين تما رشاهم، ولا كل شيء غادي تحت يديه وتحت السيطره ديال بابلو اسكوبار، يعني ولا الرئيس ديالو. اي حاجه بغاو يديروها خص الموافقه ديال بابلو، ما تكونش عنده علاقه به. كيجيو وكيتشاوروا مع بابلو اسكوبار حتى تيعطيهم الموافقه عاد كيمشيو يديروا. واسكوبار كانت عنده واحد العباره مشهوره بزاف اللي هي بلاتا او برومو، وكانت كتعني الفضه او الرصاص. يعني كيفاش؟ يعني يا غتاخذ الرشوه وتسكت يا غادي نقتلك، وحده في الجوج. وهذا الشيء كان كيطبقوا مع بزاف ديال الناس. Plata o plomo. Ustedes eligen. وبابلو اسكوبار واخا كان عنده هاد الفلوس كاملين كان كينفق على اي واحد، صحابه والناس اللي خدامين معاه والعائله ديالو، يعني ما كيخلي اللي يدير عليهم. لدرجه ان البنت ديالو كانوا عزيز عليها الحيوانات، فدار لها حديقه الحيوانات في احد القصور ديالو، وجاب لها كل انواع الحيوانات من المنقرضه والغير المنقرضه، جمعهم لها كاملين. وهذيك الحديقه مازال الى يومنا هذا، فهي ولات حديقه خاصه بالسلطات الكولومبيه. بابلو اسكوبار من بعد ما دار هادشي كامل، يعني الفلوس والديور وكل الممتلكات اللي عنده، شنو باقي خاصني يترشح للوزاره. مشى كيترشح لمجلس النواب ديال كولومبيا باش هكا يفرض السيطره ديالو حتى في وسط الحكومه الكولومبيه. وكذلك بغى يمنع واحد القانون ديال تصدير المجرمين الى امريكا،
وبطبيعة الحال كاع الناس اللي كانوا معاه في الوزارة كانوا عارفين بابلو اسكوبار شنو كيدير وعارفين فاش كيتاجر وعارف كل شيء عليه، ولكن ما كاينش شي واحد غادي يمشي ويواجهه او يقد يقول له شي حاجة. بالعكس عطاوه الحصانة، وديك الحصانة كتوفر له انه ما يقدر يدير مع حتى شي واحد شي حاجة. وكذلك ممنوع على السلطات الكولومبية الاعتقال ديالو. هذا الشيء بطبيعة الحال الامريكان ما عجبهاش، حيت كان واحد من المصدرين ديال الكوكايين لامريكا وغزا السوق الامريكانيه بكل انواع المخدرات. وفي هذه الظرفيه امريكان بغات تعتقل بابلو اسكوبار، فصيفطت كل الجيوش ديالها والاف بي اي وكل المختصين باش يبحثوا عليه ويجيبوه فين ما كان. بابلو اسكوبار كتوصلوا التنقنيقه سخونه وقال له بلا امريكا كتقلب عليك وباغيين يعتقلوك. في الساعة اللي هما كيقلبوا على بابلو اسكوبار مشى هو لأمام البيت الأبيض ووقف وخدا صورة من أمام البيت الأبيض مع الابن ديالو وصيفطها لهم الاف بي اي ديال أمريكا، وقال لهم الساعة اللي كتقلبوا عليا أنا موجود أمام البيت الأبيض، إلا قديتوا تشدوني فغي أجي. فهنايا بابلو اسكوبار كيبين على أنه ما خايف من حتى شي واحد، وكيرجع مباشرة لكولومبيا ومشى عند السلطات الكولومبية وباش انه يحيد عليه التهم المنسوبة ليه. قال لهم عندي واحد الشرط، غادي نخليكم تعتقلوني ولكن ما غاديش نمشي لشي حبس ديال، غادي نبني حبس خاص بيا انا، وكذلك غادي نجيب الحراس اللي غيحرسوني من جهتي انايا. فقالوا له ماشي مشكل، حنا موافقين على هذا العرض ديالك. بنا واحد السجن اللي كيتعتبر من افخم السجون في العالم، كل ما كيحلم به شي واحد مسجون في وسط السجن كاين تما. الزوجه ديالو كتجي عنده حتى للسجن ولا ساكنه معاه في وسط السجن. فالسلطات الكولومبية هنايا ما عجبهاش الحال وقررت انها تعتقله وتديه للسجن اخر خاص بها وعلنات عليه. وكتوصلوا الخبر ومباشرة كيهرب بابلو اسكوبار من السجن ديالو. من بعد ما هرب مشى للدار ديالو، ولكن السلطات الكولومبية كتلتحق به حتى المنزل ديالو، وتما كيبدا الحرب ما بين السلطات الكولومبية وبابلو اسكوبار والعصابة ديالو. فبداو كلشي كيتيري وكلشي كيقتل، وتما فين غادي يموت بابلو اسكوبار بالرصاص، وغادي تسالي الحياة ديالو والمسيرة ديالو على وجه الارض.